الترند لما بيظهر من ناس لا تليق، يعني مش بيكون بقيمة، ومش بيكون مثلا اللي هو حاجة ليها رد فعل أصلا، بتبقى حاجة تافهة. ليه تمام. الترند بيظهر عن طريق الناس دي؟ هو طبعا هو موضوع الترند ده مش في مصر بس، ده على تمام. مستوى العالم. العالم كله ترنداته بيبقى فيها شيء من الغرابة. مم. يعني في ناس واحد بينط مش عارف من على الجبل مش عارف ايه، لكن هنا في مصر الترندات للأسف بيصدروا مشهد للعالم هو غير حقيقي ولا يليق بالشعب المصري. تمام. بيعملوا حاجات طبعا بيبقوا يعني بيخرجوا عن الإطار السليم أو القيم المجتمعية الحقيقية، فبيعملوا وبيفتعلوا أشياء تظهر للناس ان هو ده المشهد اللي موجود في الشارع المصري، لكن هو ليس هذا هو المشهد الحقيقي للشعب المصري. ولذلك يمكن حضرتك والساده المشاهدين يعلمون ان هناك حمله كبيره على يعني مجموعه من التيك توكرز على مستوى تمام. مصر كلها، بيتم القبض عليهم الان. ليه؟ لانهم خرجوا عن القيم المجتمعيه واساءوا للقيم العامه في مصر اللي احنا اتربينا عليها ونشأنا عليها يا دكتور برضو. ما انا هقول لحضرتك على حاجه. احنا الشعب المصري شعب في العلماء، في الناس المبتكرين، أكيد. في الناس اللي بيفتعلوا اشياء فيها نوابغ. لكن احنا النهارده اللي متصدر المشهد مين؟ التيك توك. وخلي بال حضرتك في يعني في شيء بطريقه غير مباشره غير واضح للناس، لكنه معلوم للجهات المؤسسيه وبتحقق فيه، الا وهو ايه بقى؟ هم بيجي لهم دعم خارجي على التيك توك او على غير التيك توك او على التطبيقات، على اللايفات عامه يا دكتور. بيجي لهم الدعم ده قد يكون غسيل اموال، فبيصبح هناك في كسب غير مشروع، او بيجي لهم دعم بطريقه غير مباشره في اشياء اخرى، في عقارات، في غيرها. كل ده بنسب. الناس مش فاهمه ان هذا الامر هو يعد في خطوره كبيره على المجتمع المصري. ولذلك الجهات المؤسسيه وعلى راسهم الشرطه المصريه التي بذلت مجهود فوق العاده. الشرطه المصريه النهارده بتحقق على ارض الواقع ما يتمناه الشعب المصري. كله فرحان ليه؟ مش عشان الناس دي بتاخد فلوس، لا، علشان هم صدروا مشهد المجتمع المصري للخارج الغير حقيقي. مازن ميديا برودكشن.